السلام عليكم حبايبي، فيديو جديد في قناتكم قناة جمال وطبخ سيدتي. فكما غتشوفوا الحاله ديال الابن ديالها، فالحمد لله كما كنقولوا انا المرض ولا اي حاجه فهي كتكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله ولدها بصحيح وبكل شيء، ولكن فين كيكون ما شاء الله فالامهات غادي يحسوا كيكون غير طفل زايده عنده الحركه، فالحركه كتكون الا ما كانش كتعرفي ان الطفل ماشي طبيعي، وكاين الحركه اللي هي طبيعيه، وكاين ما شاء الله اللي كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا العاميه مشطون كما كنقولوها. فما شاء الله حيت هي كاينه في المانيا، فكان التشخيص ديال الابن ديالها والحاله ديالو. فاكرام اليوم بقلب مفتوح، نتمنى تخليو الدعوات ديالكم ليها الله يصبرها. بقلب مفتوح عاودت تجربه ديال الزواج من رجل اللي كيكون كبير في السن على الزوجه ديالو، كذلك الحاله ديال الابناء وكذلك السفر ديالها كي كان. فالله يقويها يا ربي، والله يخلي كل وحده وليداتها يا رب العالمين، والله يعطيها القوه باش تكون معاهم. وكما نقولوا الله يصبر عليهم ويكونوا اطفال بارين بها، فاسمعوا اكرام اش قالت. ونتمنى ما تبخلوش بالتعاليق ديالكم على الحاله ديال الابناء ديالكم كي دايره وكل شيء. من هاد السفر تعلمت بزاف ديال الحوايج، منها ان اللي بغات تستمتع بالحياه خصها تتزوج معطله وما تولدش بكري، وتدوز حياتها وتستمتع وتسافر وتدور وتشوف وتشوف، عاد تفكر في الولاد، لان الولاد تيستريسيو الحياه، تيحيدوا لك الجهد، ديك الطاقه اللي تتكوني جامعاها تتحيد. انا نوصيكم ثم نعاود نوصيكم دوزوا حياتكم عاد باش فكروا تولدوا، ما تولدوش وانتم صغار في السن، راه غتعذبوا. انا بعد هاد السفر خلا ظهر بويا بالمزيان بالخصوص ريان، اما جوليا ما منها باس، ولكن ولدي ما نقولش لكم على ستريس دار ليا ستريس. البنات دار ليا ستريس، ماشي تنشكي عليكم، ولكن عاد نعاود لكم هادشي اللي طرا. ستريس ديال بصح خاص ضروري تفكروا 77 الف مره الا بغيتو تسافروا شي بلاصه فيها الهرج وكبيره انكم تديو ولادكم. لهذا تمتعوا بالحياه اختي، دوزوا حياتكم، عيشوا، سافروا، دوروا، عاد فكروا تولدوا. توصلوا الثلاثينات عاد فكروا انكم تولدوا، تحطوا ولادكم في الحياه توصلوا الثلاثينات وتفوتوا الثلاثينات. انا في نظري ومن تجربتي الشخصيه، وكل واحد وكاين اللي تيعطيه ربي دوك الوليدات المؤدبين خلوق، هادوك الوليدات اللي تنشوف غادي نحدا مواتهم بلا ما تجريهم من يديهم، بلا ما يبقى يتركلوا لك ويلصقوا لك على الحاجه، بلا ما يبقاو يتركلوا لك ما تيبغيوش يزيدوا. واش غنقول لكم، جيت بعدا مني لقيت الدار مسبوغه بحال تنفست واحد شويه، اما كنت مكاريك تنقول نوصل للدار نعطي لهم واحد الصلخه ديال كلب. عرفتوا راه كنت معصبه بزاف لواحد الدرجه ما تصوروش معايا الفواياج كيفاش داز. ولكن ملي جيت للدار ولقيت الدار مسبوغه والخوامي مصلوحين وملصقين، حنا كنا تيشوفوا فينا والدينا عا بالعينين. انا بعدا با مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، راه في هاد 8 يناير غادي يدير 3 سنين باش مات، غادي يكمل 3 سنين فهاد الايام، فهاد نهار الجمعه المبارك الله يرحمه ويوسع عليه. كان تيشوف فيا بعيني، ما تنقدرش، ما عمرني قدرت نهز على بال الشوفه ولا نقول ليه شي كلمه ولا نهز شوفتي فيه ولا نهز عيني فيه وما عمر داك الراجل ما ضربني ولا حط عليا يدو، وغيب العينين. وماشي تنخاف منه عباد الله، كنت تنحترمه واحد الاحترام كبير مازال المهم زعما عليها، ولكن با كنت تنحترم واحد الاحترام ما نقولش لكم. اما هذا ما تيحترمش باه، والمعيور فيه وتيتعايروا بجوج. وانا يا عباد الله عمرني ما شفت بحال هاد الجيل، عمرني ما شفت بحال هاد الجيل اللي طالع، عمرني ما شفت بحالو يا عباد الله. ومني تتعاود لشي واحد تيقول لك اجي نعاود لك اكثر من داكشي اللي وقع لك مع ولدك وقع ليا انا مع ولدي. لو رجعت بي الايام الى زمان، كنت انا في هاد لاج هذا ديال 33 عام، كنت غنكون بلا راجل بلا ولاد. وربما ممكن نتزوج يكون الراجل ولكن ما يكونوش الولاد. لو رجعت بيا الايام، لو كان عندي العقل باش نفكر دابا، لو كنت الان في هذاك الوقت في العشرينات كان عندي الطانطو اللي عندي دابا، والله ما نولد. تنقولها لكم وانا متاكده من الهضره اللي تنقول. تيقوني البنات، انا تنحسد الناس، تنحسدهم، تنقولها بهاد الكلمه. انا ماشي محساده وماشي مغياره وماشي ما فياش الحقد وما فياش الحسد، واللي قريب ليا راه عارفني، ولكن تنحسد دوك الناس اللي تيكونوا واصلين واحد لاج
واصل واحد الكالم في الحياه وما عندهمش الولاد، تيكونوا عايشين بلا ولاد بلا والو وعايشين بخير. كنحسدهم قسما بالله الا كنحسدهم. هي باش نكون معاكم واضحه وصريحه، ماشي غنكذب عليكم ولا غنعاود لكم شي حاجه ما كايناش. ولا انا ولدي ماشي طبيعي، يعني ماشي 100% طبيعي. هو عنده الهادية اس اللي هو الافراط في الحركه، وعنده الاوتيزموس اللي هو التوحد، واحد النوع من التوحد. وهاد الجوج تخلطوا ليه بجوج وما مخلينوش هاني. ما لقيناش مدرسه تقبلو. 3 شهور هو جالس في الدار ما تيقراش. ما لقيناش مدرسه اللي تقبلوا اللي مدرسه عاديه، خاصو مدرسه سبيسيال. والمدارس سبيسيال بعاد علينا. دينا ديك المره لواحد الانترنا بعيد علينا ب 800 كيلومتر، تقريبا 10 سوايع ديال الطريق. ما قدرناش على البعد وما قدرناش نخليوه تالف تما. مشينا اكبر غلطه درناها هي ان مشينا جبناه. ماشي غلطه صراحه، لحقاش تما ولا تيتعلم حوايج اخرين، البليه ولا بغى يكمي ولا بزاف ديال الحوايج. اش غنقول لكم، بزاف ديال الحوايج كيتعلموهم ملي كانوا بعادين على الدار. ملي تيكون في الدار تقولي راه تحت الكونترول ديالي، يعني تنشوفو فين كيخرج مع من تيترافق، فين تيمشي كنديه انا عند صاحبو ونجي نمشي نجيبو عند صاحبو. ماشي هي تما في دوك لي زانتيغنا وفيها غير ماشي الالمان، داكشي مخلط، ها الروس ها العرب ها حنا المغاربه ها مخلط، داكشي مخلط فيها تما. اش غنقول لكم، انا بعدا باقي ما نضش فيا الشيب. ها نتوما راه شعري باقي ما شابش، ولكن ما بقى والو غيشيب ليا الشعر. الشيب باقي ما ناضش، ولكن من الداخل رانا شرفت خاصني نشد تقاعد. المهم كنحس براسي كنفرغ ملي كنهضر معاكم، تحس براسي كنفرغ. والله الا تحس براسي باغا نبكي، باغا دازت عليا والله العظيم. الدراري بحال ولدي صعاب بزاف تسافري معاهم، صعاب بالخصوص دوك المهمات اللي تيكون عندهم الوليدات فيهم التوحد الكامل. داك التوحد الكامل، داك اللي فيه التوحد اللي بزاف، اللي فيه مرض التوحد داك الكامل. كيفاش كيديروا معاهم وتيبقاو يتخزنوا من مورا والديهم الله يكون معاكم، الله يكون معاكم، الله يكون معاكم. ماشي سهله. انا راه غير صنف من اصناف التوحد اللي هو واحد النوع ديال الاوتيزموس، اللي ان بحال عايش في العالم ديالو بوحدو. البلاصه اللي تكون عامره بزاف ما تتقضي عليه. هادشي انا خاصني نتفاداه، ما خصنيش نبقى ندي ولدي لهاد البلايص ولا ندخلو في هاد البلايص اصلا اللي فيها الزحامات وفيها الهراج وفيها الناس بزاف. داكشي كيتلف ليه الدماغ. ودابا مني غادي نهضر غادي ترجعوا للهضره ديالي اللي قلت لكم ديال ما تزوجوش براجل كبير عليكم. ها علاش تنقولها، راه ماشي تنقولها لحقاش انا راه اللي عطا الله عطاه، انا ظروفي. كل واحد اش تيقول. راه تنشوف شي مرات يكتبوا في التعليقات راه على الوراق تزوجت هذا ولا. انا راه كانوا عندي الوراق، كنت بوراقيه مني عرفتو في الطاليان، كنت عندي وراقي وجيت بيهم وبقيت بيهم وكل شيء. يعني تا درت الجنسيه الالمانيه من بعد ودرت. ما علينا من هاد الهضره كامل، ماشي هذا الموضوع. علاش نقول لكم ما تزوجوش براجل كبر منكم، لحقاش الراجل الكبير عليك في العمر تيكون ما بقاش عنده الصبر يربي معاك الولاد، تتربي بوحدك كلشي منك، الدرك عليك انتي. تيكون جاي من الخدمه باغي يشرب الويسكي ديالو ولا البيره ديالو ويتفرج في فيلم. هو دابا جينا من السفر دار الدرينك ديالو وجالس مقابل مع التلفازه، وانا ما عيني نوض نقاد البالز ما عيني راه. اما راجل بحالك في العمر ولا في التقاده ديالك درك عليك ودرك عليه، انت تعاون وهي تعاون، انت تخدم وهي تخدم. ماشي بحال الحاله ديالي انا. التربيه تنحس براسي تنربي راسي. ملي كانوا صغار تنحس براسي تنلعب انا معاهم من راسي، تنخرجهم من راسي لي ثيرابي وداكشي انا اللي تنديهم، انا اللي تنجيبهم من المدرسه، انا اللي تنديهم، انا تنجيبهم. لا كان شي مشكل انا اللي تنمشي، انا اللي تنجري. هادشي البنات خاصكم تفادوه. ما تشوفوش ليا واحد كبير تقولوا لي الحياه ولا غادي يصرف عليا ولا غادي يدير ليا ولا غيعيشني اميره ولا غيعيشني اميره. راه تعيشي راسك، تخدمي على راسك وديري فلوسك في جيبك وتستقلي ماديا، راه تولي اميره نفسك. ما تسنايش الراجل هو اللي يرجعك اميره ولا الراجل هو اللي يعطيك باش تعيشي ولا باش فلوسك في جيبك. الاستقلاليه ديال الانثى ولا الاستقلاليه ديال المراه هي كلشي، هي الحريه التامه.
وتيجيني هذا السؤال بزاف، تيجيني بزاف. تجي شي بنت تكتب لي اختي اكرام انا تقريبا التجربه ديالك بحال تجربتي. واش اختي واحد الراجل تقدم ليا كبير في لاج، شنو تقولي لي انت بحكم تجربتك؟ اش بغيتيني نقول لك؟ اشنو نقول لك سيري تزوجي به؟ بغيتيني نخرج عليك؟ بغيتيني ندمر لك حياتك؟ بغيتيني ندمر لك داكشي اللي بقى لك في حياتك تعيشيه مع واحد كبر منك؟ اش غنقول لكم دابا؟ ماشي انا تنشكي عليكم ولا تنقول لكم، انا اللي عطى الله وعطاه. انا راجلي تنبغيه وعايشه معاه سنين، والحب كيفاش نقول لكم الحب كيفاش ولا ماشي تنبغيه يعني شتو انا نتزعط ولا توضروا لي القرقابات. لا، الحب تيجي تتبغيه يعني تتفكري اللي واش كال واش ما كالش، واش جاي من الخدمه تعطل ياك ما الله يستر دارك سيده ياك ما دار هذه يعني ولفتيه. الولف صعيب، الولف راه صعيب بزاف يعني، راه ماشي سهل الفرات تفرقي عليه. ولكن قبل ما نطيح في الغلط نفكر 100 تخميمه ورا ضربه بالمقص كما تيقولوا. نخمم مزيان في راسي اشنو باغا ندير. يعني واحد الراجل كبير في لاج، الا كنتي نتيا والده ومطلقه وعندك ولادك وغتزوجي براجل كبير باش انت الفكره ديالك انه يريحك ماديا، هذاك تيبقى شغلك، ما غتولدي معاه ما والو. ولكن الا كنتي غتزوجي براجل كبير وهو باغي منك الولاد، بعدي على هاد القضيه هادي. غتعذبي اختي وغتكرفسي وغتلقاي راسك تربي بوحدك، هو راجل واصل لاج ديال التقاعد، باغي يرتاح، باغي يتسارح، باغي يسافر. دابا حنايا في الطياره مشينا جلسنا انا وولادي بجوج وهو جلس بوحدو، وتخيلوا معايا 3 سوايع ونص ديال الفول، وانا واحد تيجر من هنا واحد تجر من هنا، بنتي تتغاوت معاه، تيتقارصوا، تيديروا دي سبيتي لبعضياتهم. ما نقولش لكم كي داز الفول، راه ما نقولش لكم. ماشي من عطاتنا السيده التيكي يقول لها لا ديري واحد يجلس حدايا وواحد يجلس حداها، هو يشد مثلا جوليا وانا نجلس مع ريان انا تنسيطر عليه شويه بالسياسه ديالي وبالدبلوماسيه ديالي وداك الشويه ديال ماشي من الصراحه، ولكن ماشي غنقول لكم التصارى، تنسيس معاه لحقاش عارفه ماشي لخاطرو، عارفه بزاف ديال الحوايج يديروا ماشي لخاطرو. يعني ديك السياسه ديالي وهادي تنسيطر عليه شويه، اما هو ما تيتفاهمش مع ريان. الغوات ما نعاودش لكم، بارك عليكم، بارك عليا، بارك عليكم وبارك عليا من الشكاوي. نوض نطلع دوك البوالز